كابتن فهد العنزي، يعني تأكيد الكل هنا في دورة الخليج 20 يثني على أدائك الكبير مع المنتخب الكويتي. يمكن كنت أفضل لاعب قدم مستوى متميز مع المنتخب الكويتي. عندي مجموعة من الأسئلة. بداية، هل هناك عروض خارجية حصلت عليها؟ أتكلم عن النصر السعودي، وهل صحيح أنك راح تدرس هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما صار عروضات رسمية الحين، الحمد لله. بعد مباريات يعني اكثر من عرض يعني خليجي. نعم. وعروضات خليجيه غير العروضات باوروبا. فالحين مو مفكر بشيء، نفكر نص النهائي والنهائي ونخلي كل شيء بعد بطوله الخليج. طيب، هناك العديد من الاحاديث اللي كنا نسمعها في الايام الماضيه في مختلف وسائل الاعلام، يعني ونبغى نتاكد منك انت لانك انت صاحب الشان فيها. بدايه، هل صحيح ان اعمامك سعوديين؟ لا، ما الحكي اللي سمعته كله كان غير صحيح، يعني ان احمل جواز سعودي او جنسيه سعوديه او والدي سعودي. لا، مواليد الكويت وولدت كويتي وتم كويتي باذن الله. ولا حتى عندك معامله في وزاره الداخليه السعوديه؟ ما عندي شيء الحين، هناك كله كان حكي بس جرايد وصحافه بس. يعني نحن سمعنا ان انت مثلا كنت تسعى، وهناك من يسعى لحصولك على الجنسيه السعوديه، واذا حصل هذا الامر معناته ما راح تمثل منتخب الكويت. هل هذا الامر صحيح؟ لا، الامر مو صحيح، وان شاء الله باذن الله الفتره القادمه راح تشوفني طول عمري لابس الازرق ان شاء الله، وراح اخذ الجنسيه الكويتيه باذن الله. طيب، سؤالي الاخير، يمكن قرينا ان طبعا الوالد بعد خدمه 40 سنه في الجيش تم احالته الى التقاعد تم سحب البيت منه. هل هذا الكلام صح ام غلط؟ ومدى تاثيره عليك؟ ما راح اجاوب الفتره هذه، مثل ما انت عارف، مثل ما انا ما بتصير علي ضغوطات عقب باكر المباراه عندنا ثنائي. لا أنا هل هذا الشيء راح يضغطك انت كلاعب؟ ياثر عليك؟ انا كلاعب الحين يعني الفتره هذه اسمع من الجرايد من كل صوب قاعد اسمع فلان قال وفلان سوى، فاكيد بتاثر علي كلاعب. ما انا اقول لك انا محتاجك انت تنفي هذا الكلام لانك انت صاحب الشان. يعني انا ما الحين ماكو شيء صحيح، كل اللي سمعتوه بس حيث جرايد، وما الحين تركيز بس بالمباريات القادمين، وبتعرفون كل شيء بعد بطوله الخليج ان شاء الله.